قبل ما نبتدى قصتنا حبيت بس أفكرك تذكر الله وتصلى على الحبيب سيدنا محمد في التعليقات، ومتنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. في عام 2005 في إحدى القرى النائية بمحافظة المنيا كانت هناك منطقة مهجورة تعرف باسم مقابر الشيخ سلامة. المنطقة كانت محاطة بالأساطير التي يتناقلها أهل القرية، معظمها عن أصوات غريبة تسمع ليلا وأضواء تظهر وتختفي في الليل وكأنها أرواح تائهة. قرر 3 أصدقاء من شباب القرية، أحمد، عمر ويوسف، التحقق من صحة هذه الأساطير. كانت الفكرة في البداية مجرد تحد شبابي مزاحا بينهم، ولكن مع الوقت أصبحت الفكرة جدية، خاصة مع شجاعة أحمد الذي لم يكن يؤمن بالجن أو الأرواح. ليلة الخميس كانت السماء ملبدة بالغيوم، وقرر الثلاثة أن يتوجهوا إلى المقابر. أخذوا معهم مصابيح يدوية وبعض المعدات البسيطة لتسجيل أي صوت أو حركة، فقط لإثبات أن كل تلك الحكايات ليست سوى خرافات. عندما وصلوا إلى مدخل المقابر كان المكان مظلما بشكل غير طبيعي. كان الهواء باردا ورطبا، وشعروا كأن أحدا يراقبهم من بعيد. حاول عمر المزاح لتخفيف التوتر، لكنه هو الآخر لم يستطع إخفاء القلق الذي بدأ يظهر على وجهه. بدأوا بالسير بين القبور وكل شيء بدا هادئا في البداية، لكن بعد دقائق لاحظوا أن صوت خطواتهم كان يتردد وكأن هناك أحدا يمشي خلفهم. التفتوا جميعا لكن لم يكن هناك أحد. ضحك يوسف محاولا كسر الصمت. يمكن صوت الرياح، لكن صوته كان متوترا. فجأة رأى أحمد شيئا يتحرك بين القبور، كان ظلا سريعا وكأنه يختبئ. أشار لرفاقه وتقدموا نحو الظل بحذر، لكن قبل أن يقترب أكثر سمعوا جميعا صوتا عميقا يأتي من جهة القبور، كأنه صوت شخص يهمس بلغة غير مفهومة. تراجعوا ببطء، لكن عندما أضاء عمر بمصباحه نحو القبر الذي جاء منه الصوت وجدوا نقشا غريبا على الحجر، بدا كأنه طلاسم قديمة. قال يوسف بصوت مرتعش: مش المفروض نكون هنا؟ لكن أحمد أصر على إكمال التحقيق قائلا إنهم قد يجدون شيئا يثبت خرافة القصة. بينما كانوا يحاولون فك رموز الطلاسم ارتفعت الرياح فجأة وأصبح الجو أكثر برودة، ثم حدث شيء لم يتوقعوه أبدا. رأوا ضوءا أزرق غريبا يظهر فوق أحد القبور وكأنه شكل بشري شفاف يتحرك ببطء نحوهم. في تلك اللحظة تجمدوا في أماكنهم غير قادرين على الحركة أو الكلام. الصوت الذي سمعوه سابقا أصبح أكثر وضوحا الآن، كأنه همسات قريبة من آذانهم. حاولوا الهروب لكن أقدامهم لم تكن تتحرك بسهولة وكأن الأرض تمسك بهم. صرخ يوسف بأعلى صوته: ارجعوا، لازم نخرج من هنا. وبعد لحظات من الرعب اختفى الضوء فجأة وعادت المقابر إلى هدوئها المرعب، لكن الثلاثة كانوا يشعرون أن هناك شيئا غير طبيعي قد حدث لهم. عندما عادوا إلى القرية حاولوا التظاهر بأن الأمور طبيعية، لكن أهل القرية لاحظوا تغيرا غريبا فيهم، كانوا يتحدثون أقل وعلامات الخوف لم تغادر وجوههم. بعد أيام قليلة بدأت أحداث غريبة تحدث معهم. عمر كان يسمع همسات أثناء الليل تأتي من خارج نافذته، ويوسف كان يرى ظلالا تتحرك في غرفته. أما أحمد فقد اختفى تماما بعد أسبوع واحد فقط من تلك الليلة. بحثت القرية عنه لأسابيع لكن دون جدوى. وعندما ذهب عمر ويوسف للإبلاغ عن اختفائه نصحهما كبير القرية بزيارة شيخ محلي، وعندما قص عليه ما حدث قال لهما الشيخ: أنتم استدعيتوا شيئا من العالم الآخر والمقابر ليست مكانا للعبث. ما رأيكم في هذه القصة؟ هل تعتقدون أن أحمد واجه شيئا من العالم الآخر؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا تسجيل إعجابكم بالفيديو والاشتراك في القناة لتصلكم قصص أكثر غموضا وإثارة.